نيجي لاهم وقت الام بتختار فيه حاجات طفلها، البوتي. انا دلوقتي متردده، يا ترى اجيب لي البيبي بتاعي البوتي ده ولا البوتي ده، ولا اجيب الانواع الثانيه؟ البوتي عندنا في رأفت صيام انواعه كتير جدا، بس طبعا هنكلمك بشكل مبسط جدا على اهم نوعين ونقول لك ليه تختاري ده وليه تختاري ده بشكل اساسي. تعالوا نقول ان ده شكل مختلف جدا من البوتي ومميز. كان زمان مجرد حاجه بس بسيطه البيبي يقعد عليها، لا دلوقتي بقى عاملينها مجسم بسيط لقعده الحمام. فالبيبي من اول ما بيبدا يدرك الحاجه اللي حواليه او يبدا تعلميه خلاص انا هقعد هنعمل دروس بقى للبيبي عشان يبدا يتعود على الحمام بتاعه، اختاري البوتي دي. ليه بنقول لك البوتي دي؟ اولا بتبقى هو قاعد جنبك، هتبقى لها روتين معين، وعلى فكره في منها انواع بتضرب موسيقى في اشكال مختلفه، الوان اولادي وبناتي مع اختلاف الستايلات. ثانيا البوتي ديت لذيذه جدا وامنه، وفيها كمان الدرج الاداره اللي انت تنظفيها بسهوله، وده برضك مريح بالنسبه لك ان انت ضمنتي ان الدنيا تبقى لذيذه معاكي الطفل بتاعك. زائد ان هي كمان فيها هنا جزء متبسط اللي هو خلاص ده زي السيفون بتاع الحمام الكبير. ده نموذج اول بالبوتي. وهنا على خلي بالك ان دي كمان ايه، جلد يعني مبطنه جدا، هنحمي البيبي فيها ونحافظ عليه بحاجه بسيطه بالنسبه لنا. وبتقفل كده زي القعده زي ما انت شايفه كده، لذيذه جدا 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 في شكلها وستايلها. ومنها شكل ثاني ممكن توريهم اللون ده كمان من البوتي. طب انا خلاص البيبي كبر شويه، هننصحك بعدها بالبوتي ده. البوتي ده بيكمل بس مجرد ان الطفل الحمام زي ما انتم عارفين القعده بتاعته كبيره شويه، فهو صعب اللي هو في الاول يبدا ان هو يقعد عليها بشكل. فده بتجيبي كرسي لذيذ اهو، كرسي بوتي بتحطيه على قعده الحمام، يبقى بس على قد البيبي، فبتعلميه برضك من دلوقتي خلاص هو بيبدا يتعود على نفسه خلاص وبدا يتحرك ويروح حمام حتى لنفسه. هيركب بس قطعه لذيذه على القعده وهيشتغل عليها، بتبقى برضه في نفس الوقت خلاص هو بدا يتعود ان هو خلاص بيستخدم الحمام او التوني بتاعه بشكل لذيذ. فامتى بقى هتختاري دي وامتى هتختاري دي؟ اظن شرحت لك ووضحت لك. ده ممكن يكون لما يكبر شويه تقدري تختاري ده، وده لسه مع البدايه خالص. حتى كمان قبل ما تبداي البوتي تريننج وتستغني عن البامبرز ممكن تكون دي موجوده معاكي وتبقى في روتينك الوقتي ان هو خلاص يبدا يتعود ان في حاجه اسمها حمام. كل اللي انتم محتاجينه لاطفالكم موجود عند رأفت صيام، ما يفكوش. اشكال كتيره وانواع كتيره، حاجات اساسيه هتحتاجيها انت كأم او حاجات اساسيه لطفلك موجوده عند رأفت صيام، زائد الكماليات اللي بتوفر ليكي انت وقت ومجهود وكمان بتخلي طفلك مبسوط موجود عند رأفت صيام. ما يفكوش. كل اللي انتم محتاجينه لاطفالكم موجود عند رأفت صيام. على فكره مش بس عند 24 شهر، حتى 18 سنه موجود. لو عندكم اطفال كبار تقدروا تجيبوا لبس العيد كله عند رأفت صيام. استنوا فيديوهات جايه لكم تفاصيل اكتر على كل المنتجات الموجوده في كل فروع رأفت صيام.